اوصف لكم الرسول، ودكم تشوفونه شوي، اشوقكم لنبيكم عليه الصلاة والسلام. كتب السيرة وش كانت تقول؟ كان ربعة من الرجال. انا من رايح اجيب الشمائل. كان النبي وجهه مستديرا ابيض الوجه تشوبه حمرة، جمال عظيم، ليس بالطويل ولا بالقصير. كان النبي جسمه متناسق، ما هنا كرش ولا هنا اضافات، لا من خلف ولا من امام. النبي متكامل لان الله خلقه. شعره اسود، لحيته سوداء كثة صلى الله عليه وسلم. من اعظم من وصف من الصحابة عبد الله بن رواحة، شاعر من الشعراء الكبار ومات شهيدا رضي الله عنه. سئل عن النبي بعد موته، قالوا صف لنا رسول الله، فقال اني كنت اذا رأيته قادما كأني ارى الشمس قد اشرقت. يقول كأن الشمس طالعة. عمرك شفت الشمس بتشرق؟ تخيل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يقول بل كان يقول جابر، قلت لكم الاسبوع الماضي، يقول كنت امشي مرة والنبي في وجهي والقمر فوق ليلة البدر، فارى القمر واشوف وجه الرسول، وناظر القمر وناظر وجه الرسول، ووالله ان وجه رسول الله عندي كان احسن من القمر. هذا الوجه المستدير المنير صلى الله عليه وسلم. وله علاقة بالشمس. قيل ان النبي ولد صبيحة يوم الاثنين 12، وان ولادته كانت مع اشراق الشمس. قال بعض العلماء ازدادت الشمس اشراقا بعد ولادته، وقال بعضهم ان محمد كان كالشمس، الشمس تشرق للارض والنبي اشرق للقلوب ايمانا عليه الصلاة والسلام. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ولد النبي صغيرا. كان من عادات قريش ان الابناء الاطفال يرضعونهم في الصحراء لانهم يريدون لهم النقاء والصفاء. وكانت في قبيلة تقال لها قبيلة بني سعد. بني سعد كان عندهم فصحاء وشعراء. العرب كانوا يتبركون يتيمنون ان اذا ارضعته واحدة من اولئك القبائل سيصبح فصيح اللسان. وكانت قبيلة بني سعد تجي عند قريش، طبعا هذه وظيفتهم، يأخذون اطفالهم ويرضعونهم بمقابل، بس ما يأخذون مال، المال قليل، يأخذون هدايا وعطايا. لانه مش يقولون قريش لو اعطيناهم فلوس وهم يرضعونهم ما عاد اهتموا فيهم، خذ الدراهم وخلاص. لكن نزورهم بين فترة والثانية نطمئن على ولدنا ونعطيها من الهدايا، وهم يريدون الهدايا. تأتيهم بضائع من الشام وتأتيهم من اليمن، وكان النساء ينتظرن تلك الهدايا وتلك النفوس. وانا اقول ترى قريش ذكية. خلونا ناخذ هالجمال هذا. كم من ابنائنا اليوم يعرف الصحراء والنقاء؟ انا اقول للاباء دربوا ابنائكم في الخروج للصحراء. ترى الصحراء تعطي عمق. ولذلك العمالقة من المؤرخين من الشعراء من الذين كانوا يصفون الواقع حتى تاريخيا اغلبهم عاشوا في الصحراء، بل كانوا يكتبون وينظمون اشعارهم في الصحراء في الهواء الطلق. الهواء الطلق ومساحة البصر الطويلة تعطي عمقا وبعدا، والهواء القاصر احنا اليوم ساكنين في مو بشقق الان، احنا ما نقول في سكن الناس شيئا، انما نتحدث ان الناس مثل في علب الساردين هذه، وتجد الواحد منا مغلق تماما، ليس له نظرة بعيدة ولا هواء طلق يتعلم منه. وهذه كانت تفعلها قريش. جاءت طبعا النساء من بني سعد يريدن النساء ان يأخذون الاولاد، فلما دخل النساء بني سعد كل واحدة تروح تاخذ الولد اللي له اب، ويحرصون على ابناء الاغنياء عشان تبغى ايش؟ الهدايا. محمد كان ابوه حي ولا ميت؟ كان ميتا يتيما. تخيلوا هذا المشهد الذي سأصفه لكم الآن. تقول حليمة نفسها تصف المشهد، تقول وكنا النساء يذهبن، ودخلت الأولى شافت رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد، أين أبوه؟ قالوا ميت يتيم، تتركها الأولى. وجت المرضعة الثانية وتركته، الثالثة والرابعة والخامسة، حتى انتهى جميع المرضعات ولم يبقى ولا طفل. تقول حليمة فأتيت أبحث عن طفل يريد الرضاعة فما وجدت أحدا إلا هذا اليتيم صلى الله على محمد. واليوم نغبط على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. تقول حليمة فأخذته، قلت لا أعود إلى بني سعد من غير طفل. تقول ومنذ أن حملته قال لي زوجها الحارث، قال يا حليمة لقد أخذت اليوم نسمة مباركة، نحس بشيء فيه شيء من البركة. تقول فحملته، أخذته وكانت زاهدة فيه،
تذكرون قصة يوسف وشروه ايش؟ بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الذي يدبر الكون من؟ الله. الذي يعطي من؟ الله. الذي يمنع من؟ الله. ولذلك كانت تزهد، لا تريد هذا الطفل الصغير لأنه فقير عليه الصلاة والسلام ويتيم، فتقول فكأنها نسمة مباركة فأخذته. تقول فلما دخلنا شعاب بني سعد، صحراء بني سعد صحراء قاحلة ما فيها لا نبت ولا ماء. تقول فنذهب نرعى الغنم. تقول والله منذ أن أخذت محمدا كلما ذهبنا مكان نرعى فيه رأينا من الخضار والزرع ما لم نكن نراه قبل. ينبت الشجر في الأرض فيأكل أغنامها، أغنام حليمة السعدية، وكانت ترجع أغنامها مليئة قبل الناس وأكثر من الناس. وكذلك ثدي الأغنام في ذلك الوقت يرونها مليئة من اللبن والحليب. وكان الناس يقولون الرعاة من أراد مرعا جيدا فليلحق بحليمة السعدية، وكانوا يلحقون بها. تقول فيقبل على ثدي فيرضع، ثم يشبع محمد فيأتي ابني ولدها الحقيقي فيرضع أخو النبي من الرضاع اسمه عبد الله بن الحارث ابن العزة. تقول فيرضع فيشبع كذلك بعده. تقول فجاءتنا البركة ولا أدري من أين جاءت، بركة نزلت علينا حتى إني أرى أن محمدا يشب شبابا يختلف عن الصبيان، يشب في اليوم ما يشبه الصبي في شهر، ويشب في الشهر ما يشبه الشهر في سنة. تقول شبابه في اليوم مثل شهر، وشبابه في الشهر مثل سنة لبعض الأطفال الآخرين، من بركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.